يلا يا ماما. لا بقول لك ايه، محدش يوترني، يا اما خليكم تصوموا النهارده. انتوا اللي طالبين الصينيه دي فضلوا يقولوا لي نفسنا فيها نفسنا فيها، وبيني وبينكم يا جماعه بتتباع اصلا برقم في المطاعم، فانا بعملها في البيت احلى واوفر واجمد، وهي اصلا ما بتتعملش بس الا انتي كده. ما خدتيش وقت اصلا. يا ساتر يا ساتر يا ساتر، ايه ده؟ لا 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 لا, لا ما تقوليش عليا. عايزه اقول لكم ان الصينيه دي كل ما اجي اعملها لازم افتكر ماما حبيبتي الله يرحمها، لما كنا نبقى مستعجلين زي كده كانت تعملها لنا في ثواني، وبتعملها بحته خلطه. لا 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 لا, لا وانا اشوقكم لازم اوريكم انا عامله ايه. ده في مفاجاه تاني برضو. بصوا بقى، اول حاجه انا بجيب صينيه بنزل فيها ب2 كيلو من الاجنحه مغسوله كويس جدا. نزلت ب3 حبات كبار من البصل، يعني حوالي كيلو من البصل، عليه رشه ملح رشه فلفل، البصل يكون مبشور او مفروم. ادعكي بقى الاجنحه بالبصل بالفلفل الاسود والملح بالشكل ده. بعد كده يا ريت تشيليها في التلاجة تقعد ساعه ساعتين عشان تشرب من ميه البصل ومن البصل. بجد التركه دي بتفرق قوي قوي في طعمها يا جماعه، ودي انا متعلماها من ماما الله يرحمها. نزلت هنا بحوالي كيلو من البطاطس متقطع مكعبات، وقرنين فلفل رومي متقطعين شرايح، وطماطميتين مبشورين، قرن فلفل سبايسي وده اختياري. حطيت بقى هنا 4 5 فصوص توم مفرومين، ومعلقة كبيرة من معجون الصلصة، رشة ملح رشة فلفل. وهنزل عليهم بتوابل فراخ حوالي نص معلقة صغيرة، ونزلت كمان برشة من الكاري. هقلب بقى كل المكونات دي، بس انا عايزه انزل بقى عليهم بمعلقه كبيره من السمن البلدي، دي اهم حاجه. ننزل عليهم بقى بمعلقه من سويت شيلي صوص، وده اختياري بس بيدي الطعم، بصوا يعني بيوديه في حته تانية. هنزل عليهم بمعلقه من المستردة. يلا بينا بقى نقلب كل الكلام ده مع بعض. هندعك بقى الأجنحة مع البطاطس مع الخضار مع التوابل والصوصات. وبجد بجد احلى صينيه اجنحه بالبطاطس انت هتعمليها تجنن. طبعا الاجنحه احنا عارفين بتتباع في المطاعم بفلوس قد كده، وفي ناس بتحبها وفي ناس مش بتحبها. بس انا عايزه اقول لكم بقى اللي مش بيحبها بجد بجد يعني هيعشق الطريقة دي وهيحبها قوي. هنا خلاص بقى، يعني تبلتها كويس جدا. نزلت هنا بحوالي نص كوباية كبيرة من المية السخنة. هقلبها كده، هروح بقى ايه كمراها بقى اكمريها بالورق الفويل كويس جدا. تكوني مسخنة الفرن يا ريت من قبلها بربع ساعة عشان تبقى سخنة، ولما تيجي تستوي ما تاخدش ايه وقت كبير في الفرن. شايفين انا بغلفها كده، ندخلها الفرن. قعدت بقى في الفرن حوالي يعني من ساعة لساعة وربع كده. شلت الغطا المفروض واخدت لون تحت الشواية. بعد كده كمرتها تاني عشان البخار بتاعها كده يدخل جواها وتبقى حاجة كده تجنن يا جماعة. اغرفوها بقى. انا كنت عاملة معاها محشي ورق عنب بجد في حتة تانية. طبعا انا نزلت لكم خلطة المحشي كتير جدا، ولو عايزينها برضو قولولي وانا اكتبها لكم في الكومنت. ما تنسوش بقى كومنت حلو زيكم لو انتوا وصلتوا لغاية هنا. ما تنسوش كمان تعملوا لايك للفيديو وشير. استنوني الفيديو جاي يكون احلى واحلى. جربوا الوصفة دي تجنن.